بسم الله الرحمن الرحيم. راح بنتكلم في هالفيديو إن شاء الله على ليش الباوند يستهدف مستويات ال 1.25 1.18 اللي تكلمنا عنها في الفيديوهات السابقة. فخلنا ناخذ بشكل سريع على الشارت المنثلي. بداية الأمر خلنا نشوف سلوك الباوند السعري من 2009، من 1/1/2009 عند هذا القاع. نشوف من عند هذا القاع إلى تقريبا شهر 2/2016 كان يمشي الباوند في شكل متذبذب، ما كان يمسك الترند، كان يمشي تقريبا. لو رسمنا بهذا الشكل تقريبا كان هذه المستويات اللي يداول فيها ينزل يطلع، ينزل يطلع، ينزل يطلع، ينزل يطلع. ما شفنا يمسك الترند بهذا الشكل، ترند عنيف مثل ما حدث في الأزمة العالمية السابقة. فكان يمشي بشكل عرضي. فالمستويات اللي كان محصور فيها البوند هي مستويات معروفة. لو رسمنا الترند بهذا الشكل راح بنشوف، لو رسمنا ايضا بهذا الشكل مثلث عشان نعرف شنو اللي صار للباوند بشكل اساسي. الباوند كان يتداول بهذا الاطار العرضي بهذا الشكل، ولكن هنا حصل اختراق وإيجابية بعد ما تداول فوق الترند الهابط، الترند القوي اللي يعتبر على المنثلي. عندنا هنا قمة تم اختراق هذه القمة والتداول فوقها أكثر من شهر، ولكن شوفوا شو اللي صار هني. إعادة اختبار للاختراق لكن فشل، نزل هني، ما قدرت هذه المستويات تدعم السعر إلى الارتفاع، فحصل الكسر وحصل اللي أكثر من سلبية. اللي بينت لنا أن الباوند أكثر من سلبي هو التداول أسفل هذا الترند الصاعد. نشوف كسر حتى هذه المستويات وعمل لنا طريقة حلوة لأن أثبت سلبيته. يوم كسر هذه المستويات نزل، رجع مرة ثانية، عمل اختبار للكسر. نشوف أكثر من شمعة، شهر، شهرين، 3، 4 لهذه المستويات. فأثبتت قوتها. واللي أكثر من هذا أنه رجع مرة أخرى كسر القاع اللي كونه، القاع اللي نزل. نرسمه بشكل أوضح. لما نزل عمل قاع، ارتفع مرة ثانية، نزل هني ورجع مرة ثانية، اختبر هذا القاع اللي كسره. وأيضا هذا القاع يمثل، لو رسمنا بهذا الشكل، هذا القاع يعتبر أيضا، أو هذا الترند يعتبر قوي. عندنا قاع ثاني، هذا القاع الثالث، وهنا تم الكسر وإعادة الاختبار للكسر. وإضافة إلى ذلك أنه يعطينا سلبية أكثر، القاع التاريخي اللي كان في 2009. هذا القاع التاريخي اللي في 2009 كسر القاع التاريخي، ثم يعطينا مؤشر قوي ان الباوند سلبي. على هالاساس احنا نفكر في مستويات ال 1.25، هذا طبعا على المدى المتوسط لانه فرق 500 نقطة، وايضا مستويات ال 1.18. طيب نرجع للشارت مرة ثانية عشان نشوف الاهداف. طيب نرسم فيبوناتشي عشان نشوف الأهداف المتوقع الوصول إليها للباوند. نرسم فيبوناتشي. أول شيء خلينا نشوف شو اللي صار في 2009 وقبل 2009. لو رسمنا فيبوناتشي من القمة إلى أقرب قاع بهذا الشكل،
رسمنا بهذا الشكل من القمة إلى القاع، فطلع لنا المستويات المستهدفة، ومو بس فقط المستويات المستهدفة، أيضا المستويات المتوقع الارتداد منها. فنشوف الارتداد كان من مستويات 4 to 3 فايبوناتشي. فلو حبينا نطبق نفس الأسلوب على الوقت الحالي، ناخذ الفايبوناتشي نرسم بنفس الأسلوب. طيب نرسم بهذا الشكل، اخترنا قمة إلى أقرب قاع بهذا الشكل، رسمنا الفايبوناتشي فطلع لنا المستويات. فنشوف احترام المستوى 161 اللي وصل لها. طبعا هذا الهدف تكلمنا عنه، وكان على المدى المتوسط أو المدى البعيد، موجود في الفيديو السابق، ووصل إلى هذه المستويات بالضبط. نشوف كيف السعر واقف عنده. طيب لو حبينا نتأكد مدى قوة الفايبوناتشي اللي نستعمله، نشوف أن لما قبل لا يكسر القاع، نشوف يروح يعمل تصحيح إلى إحدى هذه المستويات من 23 إلى 61. فنشوف هنا عمل لنا إعادة اختبار أو تصحيح، عمل لنا تصحيح إلى مستويات 50 وعمل منها رفض سعري. فهذا يدل على أن قوة هذه المستويات أو اللي حنا رسمناها. فحصل الكسر ووصل إلى مستويات 61 والآن واقف عندها. الآن في احتمالية أن البوند على المدى المتوسط ممكن يصحح. كم يصحح؟ هذا اللي بنتكلم عنه في الشارت الويكلي، يعني تقريبا 50% من طول الموجة السابقة، أو 61%، أو 23. نشوف، يعتمد. رسمنا من هذه القمة إلى هذا القاع، ومثل ما قلنا لو حبينا نعرف المستوى اللي احنا شغالين عليه قوي أو لا، نشوف يرجع يسوي تصحيح لهذه المستويات للفايبوناتشي. فنشوف انه وصل الى مستويات 61 فايبوناتشي هني، ونزل منها مرة ثانية. الشهر اللي عقبه طلع ونزل منه، والشهر اللي الثالث راح ل50 فايبوناتشي وعمل رفض سعري وشمعة انعكاسية جدا جميلة، تعطي دلالة على سلبية الباوند. فنزل، والآن عندنا المستهدف اللي هو 61 فايبوناتشي، اللي تقريبا هو عند مستويات 1.25. أوكي، خلينا نرجع نشوف فريم أصغر، نشوف شو اللي عندنا هنا. قيعان انكسرت. أوكي، عندنا كل قاع أقل من الثاني، وعندنا كل قمة أقل من القمة الأخرى، فهذا مؤشر سلبي. طيب نرسم ترند، نشوف إنه قاعد يمشي في ترند. ولو رسمنا ترند بهذا الشكل، طيب ترند آخر بهذا الشكل، كان يمشي بهذا الشكل السلبي، وتم الكسر، كسر هذه المنطقة، كسر هذا القاع، عفس الدنيا وكل شيء، والداوى الأسفل هذا الترند، وخرج من هذا المستوى اللي كان يتداول فيه. ونشوف عمل إعادة اختبار للمنطقة المكسورة. فهذا أيضا دليل آخر على سلبية الباوند. الصراحة أنا ما أعرف ليش الناس تشوف مستويات 1.5 1.6 قادمة وقاعد يكسر قيعان. طيب عشان ما نطول في الفيديو، نرجع مرة ثانية نرسم بنفس الأسلوب الفايبوناتشي. أوكي، أقرب قمة وأقرب قاع بهذا الشكل. راح بنشوف عندنا انه وصل الى مستويات 161 فايبوناتشي، وتداول عندها. طبعا المونثلي لسه ما تداول للحين.
طيب على الأسبوعي كسر هذه المستويات، قاعد يتداول أسفلها، فالآن في مستويات 261 اللي هي تكون تقريبا عند مستويات 1.19. اوكي، نحاول نرسم بالضبط، نشوف المستوى. تقريبا مستويات 1.193، يعني تقريبا هي المستويات 1.18. اوكي، نرجع على الفريم المنثلي ونشوف شكل الفيبوناتشي شلون. حلو، مرسوم من اقرب قمة واقرب قاع، فهذا هو المنثلي، فهو قاعد يحاول يكسر اصلا 161 وبس. يعني هذا كان فيديو ليش الباوند يستهدف 1.25 1.18، وبالتوفيق إن شاء الله للجميع.